25 حاجه قبل عيد ميلاد 25، وده اليوم الاول. انا متعوده كل سنه ان انا بكتب رساله لنفسي في عيد ميلادي، فدي الرساله اللي انا كتبتها لنفسي السنه اللي فاتت. انا مش عارفه فيها ايه حرفيا، هقراها معاكم لاول مره. اصلا ما كنتش لاقياها، انا لقيتها بالصدفه. بص كاتبه ايه: حبيبه قلبي مرنوني 2024، انا عارفه انك مش هتشوفي الرساله دي، هتشوفيها السنه اللي جايه، مش هتكوني فاكره كتبت ايه اصلا فعلا، بس انا واثقه فيكي هتكوني وصلتي لكل اهدافك واحلامك وطموحاتك. في حاجه كده كاتباها، وهتكوني ناس كتير عرفتك اكتر، هتكوني سافرتي بره على الاقل مره، ما حصلش. بعد كده انا في حاجه كده مش ينفع اعرفها بره اللي ينفع. طب انا هكون اهتميت بعلاقاتي مع الناس اللي حواليا شويه، هحاول اصلح علاقتي مع ناس كده اكتر. هكون فتحت براند باسمي، ما فتحتش براند باسمي بس انا عملت مشروع خاص بيا، ودي كانت حاجه حلوه قوي. هكون مبسوطه فخوره، هتكوني مبسوطه فخوره بنفسك ان وصلتي كل الاهداف دي. حرفيا هتبقي شطوره، هتكوني بقيتي شطوره قوي قوي، فخوره بيكي وكل الانجازات. حابه اقول لك انك بجد كنت شاطره وجدعه واستحملتي حاجات كتير قوي وتحديات كتيره، ومع ذلك وصلتي للجواب ده بايدك، وبتقولي كل الكلام ده دلوقتي، بتقولي فعلا حصلت كل الحاجات دي. شكرا انك كملتي وسعيتي ومحاولات رغم الفشل اللي تعرضتي له. برافو يا احلى مضمون حياتي. اتمنى تكوني مبسوطه وحققتي احلامك العبيطه بتاعتك يا هبله. طب ايه شكرا نفسي. اوكي بس فقررت ان انا هكتب رساله لنفسي بس بطريقه مختلفه، واحتفظ بيها في النوت بوك دي علشان ابقى فاكره ان هي هنا، يعني انا دي كنت اصلا نسيتها اصلا. فيلا بينا مع بعض، هكتب رساله لنفسي وافتحها السنه اللي فاتت.